عالمي. بدي تصل لكل مكان وبنفس الوقت. طيب شو مضمون هالوثائق؟ بدي يفضح نظام هالمجرمين وألعابهم الوسخة يلي عم يحكموا هذا العالم. ما بنحسن نعملها. شلون يعني ما بنحسن؟ في نظام بيتحكم بكل شبكات الاتصال بالعالم، يعني كل خطوط التليفون وشبكات الانترنت يلي بهالعالم لازم تمر من عنده، وهالنظام بيفلتر الكلمات، وفي عنده كلمات محددة بيكشفها بسرعة، وكل الأسماء والعناوين بيقراها النظام فورا. باللحظة يلي بنبعث فيها الوثائق فورا هالنظام بيفلترها وكأنه قاموس، لهيك كل المعلومات يلي بدنا ننشرها بيحجبها. لا تقلي انه هالشي مستحيل، قلي شلون بنعملها. هن أسسوا هالنظام، يعني لازم نخترقه. معناتها لازم نخترق هالنظام. انت بتعرف وين مراكزهم؟ عندهم كتير مقرات بالعالم، بس كلهم محميين. اي واحد من مقراتهم يلي ممكن نخترقه باسهل طريقة؟ مصر. مبدئيا نحن لازمنا شخص هنيك يقدر يفوت على المقر ويتواصل معنا. انا رح أأمن هالشي. في عندك حدا هنيك؟ انا رح اعملها اردم. سيدي هالشي مستحيل. طلبتني لهون لأتفرج على هذا الفيلم. ليش في عندك شيء أهم؟ عم بتعامل مع منظمة كبيرة، يا ريت لو يصح لي وقت لأتسلمت لحكايتك تمام، ويمكن ساعتها كنت صورت لك شي فيلم يناسبك. إذا كنت حابب تصور فيلم لازم يكون عندك سيناريو. السيناريو براسي وما بشاركه مع أي حدا لأنه بينسرق. طيب عندك ممثلين شاطرين؟ ايه عندي، وشاطرين كتير. شو اسم الفيلم؟ في براسي اسم. اسمع، الاسم لازم يفاجئ الكل. إيداش إيلول. انت شو رأيك بهذا الاسم؟ حلو. الجزء الثاني. هلأ كمان رح تغفل على الكرسي مثل العادة، وبعدين بتنشكل رقبتك وبتتوجع. شو بدي أعمل؟ ما بحسن أبدا مد رجلي والكعبة قبالي. طيب أخذت أدويتك شي؟ إيه أخذتها، لا تقلقي. أنا رح فوت نام شوي. اسمع، لا تروح تطوف حوالين الكعبة بدون ما تخبرني، ماشي؟ بعدين بيشغل بالي عليك، ولا بقول له لمراد إنك تعبان وما بتهتم بصحتك. مثل ما بدك، تمام. بدك شي قبل ما فوت؟ لو سمحتي في ورقة وقلم عندك هنيك فوق الطاولة. بدي أعزبك جيبي لي إياهم لعندي. عندي فضول أعرف شو رح تكتب على هالورقة. بعد ما أخلص رح أعطيك إياها، وقتها بتقريها.
سيدي لقيت الاحداثيات وبعثت لك اياهم على جهازك. ماشي ادم. رح شوف وين نقطة الضعف بهالمكان. لاقي لي مفتاح الفوتة لهنيك قبل ما تهبط الطيارة ادم. أنا عم حاول سيدي. نحن ما فينا نساوي أي شيء، هذا هو الوضع يا سيد حقي. الظاهر انه انت ما عم تفهم علي. قلت لك لازم احكي مع السيد فهمي بخصوص ورثة وهاب كوزوزادة. أنا قلت لك إنه هالشي مستحيل. طيب وجاهد نفس الشيء كمان؟ إيه، محبوسين مع بعض وبتطبق عليهم نفس القوانين. طيب شو يلي مخليك تكون متأكد انه جاهد ما راح يساوي له شيء؟ انت كنت رفيق مراد علمدار، وعلى اساس انه مراد مات، وبعدين انت تقربت منهم كتير وهن سامحوك وسامحوني كمان، وبعدها انفجر المكان، والمفاجأة بس انت والمعلم نفدتوا، وعلى اساس المعلم يفيق من الغيبوبة ونحن نصير احرار، ما هيك؟ شو هالمسخرة؟ معناتها قلي شو الشيء الصحيح. مراد علمدار عايش. بالعملية يلي انت ساويتها هو مسكني، وبعدين حطك هون لتكون حارس علي. متأكد انه في اتفاقية بين مراد وأبي، يعني مقابلي انا رح ياخد شيء، وبالنهاية يا أبي رح يموت يا أنا. انتوا الاثنين. انت هيك من زمان؟ ولا هالوحدة اللي عشتها من سنة ونص ساوتك هيك؟ لنشوف لما تعيش سنة لحالك شو رح يصير فيك. بس أنا مالي لحالي.